في العصر الرقمي الحالي التحول الرقمي بقى من أهم الحاجات اللي بتساعد الشركات والمؤسسات على النجاح، بس الغريب إن الناس كتير بتفتكر إن الموضوع كله متوقف على التكنولوجيا، والحقيقة مش كده خالص. التحول الرقمي هو بنسبة 80% استراتيجية و20% تقنية. سؤال مهم، ليه الاستراتيجية أهم من التكنولوجيا؟ التكنولوجيا هي مجرد الأداة اللي بنستخدمها عشان نحقق أهدافنا، بس من غير ما يكون في عندنا رؤية واضحة واستراتيجية قوية التكنولوجيا مش هتحل كل المشاكل لوحدها. تاني نقطة، فهم المشكلة والأهداف. من غير ما نكون فاهمين المشكلة اللي بنحاول نحلها وأهدافنا إيه هيكون صعب علينا نحدد التكنولوجيا المناسبة وننفذها بطريقة تحقق النتائج اللي بنتمناها. النقطة الثالثة، التكنولوجيا بتتغير بسرعة. التكنولوجيا دايما في تطور مستمر، ومن الصعب التنبؤ بالتكنولوجيا اللي هيكون فعالة على المدى الطويل. عشان كده لازم تكون عندنا استراتيجية قوية ومرنة تخلينا نقدر نتكيف مع التغيرات بسرعة. حسب دراسة عملتها شركة ماكنزي حوالي 70% من مشروعات التحول الرقمي بتفشل في تحقيق الأهداف المرجو منها. السبب الرئيسي هو عدم وجود استراتيجية واضحة. في دراسة تانية عملتها شركة MIT سلون بتقول إن الشركات اللي عندها استراتيجية واضحة للتحول الرقمي بتحقق نجاح أكبر بنسبة 30% من الشركات اللي بتركز على التكنولوجي بس. طيب سؤال مهم هنا، إزاي الاستراتيجية بتساعدنا؟ أول نقطة، الجهود لازم تكون متوافقة مع أهداف الشركة. الاستراتيجية بتساعد الشركات تنظم وتوجه مجهودها في التحول الرقمي عشان يتماشى مع أهداف الشركة. ده بيضمن إن الفلوس والوقت اللي هيتحط أو بيتصرف في التحول الرقمي بيستخدم بأحسن طريقة ممكنة. تاني نقطة، تنفيذ وصيانة التكنولوجيا. استراتيجية واضحة ومختصرة لتنفيذ التكنولوجيا وصيانتها وقياس نجاحها هي جزء أساسي من الاستراتيجية، وده بيساعدنا نتأكد إن التكنولوجيا شغالة كويس وباستمرار. خلينا ناخد مثال مهم جدا في السوق اللي هي شركة جنرال إلكتريك. جنرال إلكتريك بدأت مشروع تحول رقمي كبير جدا عشان تقدر تحسن كفاءة عملياتها وتطور منتجات جديدة. الشركة استثمرت في تطوير منصة رقمية اسمها بريدكس عشان تجمع وتحلل البيانات من الماكينات والمعدات الصناعية. بس اللي ساعد على نجاح المشروع ده كان وجود خطة واضحة بتحدد أهداف وتوجهات الجهود صح. الشركة قدرت تحسن كفاءة الإنتاج وتقلل التكاليف والصيانة بفضل الخطة الرقمية المتكاملة. خلينا نتكلم على مفاتيح النجاح في التحول الرقمي. أول نقطة، التواصل والقيادة. من أهم أسباب نجاح التحول الرقمي هو وجود قيادة قوية وتعامل كويس ما بين كل أفراد الفريق. لازم يكون في دعم من الإدارة ورؤية مشتركة ما بين كل الأقسام عشان نضمن إن الخطة تتنفذ بنجاح. تاني نقطة، التدريب والتطوير. تدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا الجديدة وتطوير مهاراتهم الرقمية بيسهل عملية التحول الرقمي. لازم يكون في برامج تدريبية مستمرة عشان الفريق يبقى دايما فاهم أحدث التقنيات والمهارات. تالت نقطة، التركيز على العميل. الخطة الرقمية الناجحة لازم تبدأ من احتياجات العميل وتوقعاته. لازم نسمع العملاء كويس ونجمع معلومات عنهم علشان نقدر نقدم ليهم تجارب تناسبهم. رابع نقطة، الابتكار والتحسين المستمر. لازم نكون دايما مستعدين نجرب ونبتكر. التحول الرقمي مش عملية بتخلص، دي رحلة مستمرة عشان نحسن العمليات ونقدم خدمات أفضل. في النهاية التحول الرقمي عملية معقدة بتحتاج توازن ما بين التكنولوجيا والاستراتيجية. من غير الاستراتيجية الواضحة والتخطيط المظبوط التكنولوجيا لوحدها مش هتجيب أي نتيجة. لازم يكون في رؤية شاملة بتحدد الأهداف وبتوجه الجهود، وده اللي بيخلي التحول الرقمي ينجح ويحقق قيمة للشركة. باختصار التحول الرقمي هو 80% استراتيجية 20% تكنولوجي. كل ما الاستراتيجية تكون قوية وواضحة كل ما النجاح في التحول الرقمي يكون أكبر وأسرع.